اهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طاجن لحم بالبطاطس بطريقتي انا، ويا رب يعجبكم. نسمي الله. اول حاجه هنجيب معايا اللحمه، الكميه اللي انت عايزاها نص كيلو، الكميه اللي انت عايزاها نقطعها قطع صغيره. ومعايا 3 بطاطسات برضو هقطعها قطع صغيره، و3 بصلات هقطعها طرنشات. ومعايا البهارات، فلفل وملح وبهارات لحمه وجنزبيل وشويه قرفه صغيرين، وفلفل اخضر مقطعاه قطع صغيره. هجيب بقى الطاسه، هحط فيها نص معلقه سمنه بس، وهنزل فيها باللحمه اديها صدمه كده. ومش هقلبها على طول، هسيبها تاخد وش الاول وبعد كده اقلبها على الوش التاني لغايه ما تديني اللون اللي هو البني كده. انا كان عايزه اللحمه تستوي معايا نص سوا، بس اول ما الميه بتاعتها هتنشف معايا شويه بالشكل ده، هبدا انزل بقى بالفلفل الاخضر الاول عشان يديني نكهه الفلفل مع اللحمه كده، بتديني ريحه حلوه قوي في الاول. بعد كده انزل بالبصل، بكميه البصل اللي انا عاملاها، وقلت لك انا 3 بصلات كبار. هقلبها كويس قوي برضو مع اللحمه، وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي اللي هي رشه قرفه وفلفل اسود ورشه جنزبيل ورشه بهارات لحمه. هقلبهم كويس قوي مع بعض، ولو احتاجت شويه ميه هنزودها عشان انا عايزه اللحمه نص سوا. بعد كده هجيب قطع البطاطس بتاعتي وانزل بيها على اللحمه، وهقلبهم مع بعض كويس قوي عشان البطاطس تشرب من طعم الصوص بتاع اللحمه كده. وبعد كده اكون مجهزه بقى الطاجن بتاعي، ولو عايزه تعمليها في صينيه برضو براحتك، بس الطاجن طبعا في الحاجات دي بيديني طعم حلو قوي في الفرن. هقلبهم كويس قوي وانزل بقى في الطاجن بيهم كده. وانا هنا زي ما قلت لك مسويه اللحمه نص سوا عشان البطاطس مش بتاخد سوا. بعد كده هنزل بكوبايه ميه عليها، وهحط بقى الملح برضو عشان خاطر انا ما نزلتش الملح على اللحمه عشان اللحمه تستوي الاول. هقلبهم كويس قوي مع بعض واقفلهم بورقه فويل كده وادخلها الفرن. هتاخد حوالي نص ساعه، هطلعها بقى واحط لها، اكون مجهزه معلقه صلصه ومدوبها في ميه، هرشها عليهم عشان بس تعزز لي اللون كده والطعم بتاع البطاطس، عشان لما ادخلها الشوايه تديني لون احمر حلو كده. هقفلها تاني بقى وادخلها الفرن علشان تاخد بقى من طعم الصلصة الحلو. وبعد كده ادخلها الشواية حوالي 5 او 10 دقايق لغاية ما تديني الشكل ده كده. كده طبقنا جاهز النهاردة، يا رب يعجبكم. طبعا هنقدمه مع رز بشعرية او رز ابيض اللي يعجبك برضو. وده شكل طبق النهائي، واللحمة طبعا مستوية فيه جدا، وانا بقطعها قطع صغيرة هنا عشان خاطر تبقى طعمها حلو مع البطاطس، وتبقى طرية وجوسي ومختلفة، وتاكلوها بقى يا حبايبي بالهنا والشفا. واشوفكم في فيديو جديد مع اكلة هنية.